يا صباح الخير ويا صباح الفل والياسمين عليكم صبايا جميعا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. بفيديو اليوم حبيت إني هيك أشارك معكم مشواري على بروكسل. صراحة الجو كتير حلو ما شاء الله، هيك الشمس طالعة وجو دافي. رغم إنه هي العجقة هون ما طبيعية بالعاصمة معروفة يعني، بس مع ذلك يعني كنت أنا صراحة هيك شايفة إعلان لمحل في عندهم كتير أغراض وشغلات حلوة زينة لرمضان، وأنا كمان كان في غرض صراحة إلي تقريبا سنة ونص عم دور عليه ما كنت عم لاقيه يعني بالمحلات اللي عنا. حتى على النت كمان أكتر من مرة بحثت ما كان في، يعني حتى بهاي المواقع اللي بتجي من الصين ما كان متوفر صراحة يعني. فمشان هيك لما أنا شفت هذا الغرض من عندهم حبيت إني أجي أشوفه بالواقع وأشتريه، يعني لأنه راح أستخدمه مو بس برمضان، طول السنة راح أستخدمه، وكمان هو بيعني لي كتير يعني صراحة. من عندهم كان في ما شاء الله تشكيلة حلوة يعني للفوانيس لزينة رمضان. كان في كمان هيك قطع يعني تستخدم للتمر للفواكه المجففة. فوالله سوقت كذا قطعة من عندهم كمان، وأسعارهم كمان كتير حلوة، وحتى بتجي أرخص من المواقع اللي على النت صراحة. فما شاء الله كان في هيك أجواء حلوة، والعالم كلها صراحة هون حسيت إنه عم تعمل هيك أجواء حلوة لإلها بالبيت، خاصة برمضان، خاصة إنه كمان نحن هيك لما بنحتفل ومنزين بيوتنا بقدوم شهر رمضان الكريم، ولادنا كمان بيعطوا هذا الشي، يعني بياخدوا هذا الشي مننا، هذا الشعور. فوالله اشتريت أنا ستاند للصلاة من عندهم. صراحة حبيت إنه يكون في عندي زاوية هيك ثابتة بالبيت، لأنه سبحان الله يعني هاي ضغوطات الحياة، وكمان في أشياء كتير يعني كل شي حوالينا عم يتغير، فبحب إنه يكون في شي لازم يضل ثابت بحياتي اللي هو الصلاة. صراحة الصلاة هو الشي اللي بيثبتني لما كل شي حوالي بيتغير. وكمان إذا خصصنا له مكان واضح بالبيت يعني هيك بتحس حالك إنه في مكان دائما بيناديلك، يعني بتلاقي فيه الأمان، بتلاقي فيه الراحة. وسبحان الله حسيت كأنه كمان عم أقول لنفسي ولأولادي إنه هي أولوية، يعني هاي الزاوية اللي فيها ستاند الصلاة، وكمان القرآن الكريم بدي أحطه هلا إن شاء الله. هو أولوية هذا الشي بحياتنا، ما إنه شي على الهامش. فيمكن والله الستاند يعني هو شكله يمكن بسيط، بس معناه كتير كبير بالنسبة لإلي صراحة. هو يعني تذكير يومي إنه مهما كنت تعبانة أو يعني في شي شاغلني، دائما بحس إنه في مكان برجع له وبقوى فيه، وهيك برتاح نفسيا. فوالله بعد ما وصلنا على البيت زوجي هون عم يركب لي الستاند، ما كان بده شغل كتير يعني سهل كتير تركيبه. والله ركب لي إياه، وحبيت بقى في عندي أنا هون صراحة صالوني ما إنه كتير كبير، بس في عندي زاوية فاضية، فحبيت يعني هيك استغل هاي الزاوية وأعملها ركن للصلاة إن شاء الله. صراحة صبايا يعني بعد ما هيك اتركب وبلشت هيك يعني جهز إنه هيك المكان المخصص لستاند الصلاة والقرآن الكريم. سبحان الله يعني هيك بيعطي جو وروحانية ما طبيعية. فهي الزاوية اللي أنا حبيت إني أحط فيها الستاند. عندي هاي الفازة هيك هي جاية يعني ديكور مع لون الكنبايات وهيك، ما لغيتها يعني حطيتها جنب الكنباية. وهون حطيت هيك هي السجادة هي بتجي صغيرة وفرو، يعني لونه كمان جاء مع لون الستاند. فأول شي حطيتها، وبعدين بلشت بقى هيك أرتب ركن الصلاة، وشوف شو يناسب هيك ديكور أحط جنب الستاند.
وهيك أنا خلصت من ترتيب ركن الصلاة. خبروني صبايا شو رأيكم، كيف شفتوا ركن الصلاة عندي. بعدين أنا هون بقى بلشت إني هيك ركب زينة رمضان. أنا عندي أول شي هون الحبل تبع الأضوية، صراحة اللي عندي إياه قبل كتير هيك ما شاء الله طويل، لأنه بيتي القديم كان الشباك عندي إياه 3 أمتار، فكان كتير كبير، فمشان هيك وصيت على واحد جديد تقريبا 2 متر هو طوله. التاني يعني صراحة ما شاء الله استخدمته تقريبا 6 سنوات وما صار له شي، يعني كل سنة كنت هيك أضبه لفه كتير منيح وأحطه بعلبة يعني. ف حطيته على جنب، قلت يمكن يلزم. المهم حبيت إني بقى ركب هذا الحبل الجديد اللي جاي مقاسه من مقاس الشباك عندي. ما شاء الله كمان كتير حلو صراحة. بعدين راح أرجع الكنباية لمطرحها والسجادة كمان. وعندي بقى راح أفتح عندي فانوس هذا اللي وصيت عليه من شيئين، بدي أحط له ضوء، بس أهم شي أنا عندي أطفال صغار فما راح أستخدم الشموع اللي بتجي يعني هي اللي بنشغلها، فيعني هذا اللي بيجي هيك على بطاريات أأمن وكمان منظره حلو كتير يعني. حطيت هون الفانوس جنب التلفزيون، وكمان في عندي كذا قطعة هيك ناعمة. وقتها شفتوا بالفيديو السابق أنا شاركت معكم الأغراض اللي وصيتها من تيمو، مو من شيئين، من تيمو عفوا. هذا الفانوس كمان وصيته من تيمو وقتها. يمكن هاي اللوحة الصغيرة اللي عليها أذكار الصباح والمساء، يمكن ما بعرف حبيتها أنا هون، بس يمكن حطها عند القرآن الكريم وركن الصلاة يعني عندي. وكمان هي الضوء كتير حلو منظره صراحة، بيجي معه هيك يعني كبسة، والإضاءة تبعيتها كمان قوية يعني. وحطيت هاي الديكورات البسيطة اللي جبتها للتمر، وكمان هذا الجمل الحلو الصغير، وفي عندي مفرش الطاولة كمان فردته. وآخر شي طبعا هلا بنشغل البخور إن شاء الله بهي المبخرة الجديدة اللي أنا جبتها. بعدين فتت على المطبخ. هلا رح أسوي ديكورات بسيطة وحلوة ومناسبة للشهر الفضيل، يعني هيك تكون بسيطة ما لها ألوان كتير ضايجة. أنا بطبيعتي كتير بحب الخشبي وكمان البني، فحبيت استخدم هاي الفازة القش عندي إياها. وكمان حطيت هاي الفانوس. صراحة لسه ما جبت اللوكاز، إن شاء الله بس أجيب لوكاز برمضان بنشغله. كمان عندي عند الغاز شلت هدول الكفوف اللي عادة بستخدمهم لصواني الفرن. راح أحطهم بمكان تاني، بس حطيت بدالهم هاي التعليقة رمضان كريم وهيك هلال وذهبي، بيعطي هيك جو حلو كمان يعني جنب الغاز. لأنه يعني أكتر شي هون الواحد يعني لما الوحدة منا بتطبخ وتوقف عند الغاز، فحلو إنه هيك حوالينا يكون الجو حلو يعني، وهيك جو هلال ورمضان وزينة. يعني صراحة أنا كتير بحب أشوف زينة رمضان بكل زاوية بالبيت، بس إنه شي هيك ناعم ومرتب يعني ما يكون معجوق. كمان عند ركن القهوة حبيت إني شيل هاي شو اسمها الوردة. وكمان حطيت هذا الهلال، وعندي هذا الفانوس الحلو هيك جاي كذا لون، صراحة له عندي كذا سنة، كل سنة بستخدمه كتير بحبه وموديله حلو. فشلت هذا الضوء تبع الفطر، وكمان حطيت الفانوس محله. وفي عندي كمان حبال من الإضاءة بتجي هيك على شكل هلال، وكمان فيه فوانيس صغيرة راح أحطه فوق هاي التعليقة اللي عند ركن القهوة. وهيك بكون عندي زينة المطبخ خالصة، يعني زينة بسيطة وخفيفة وحلوة ومرتبة. أعطوني رأيكم صبايا، كيف الزينة طالعة معي حلوة؟ كيف؟ أعطوني رأيكم، كتير بيهمني رأيكم صراحة. مشان هيك أنا عم شارك معكم هي الديكورات اللي عم بعملها.
بفلوج اليوم حبيت انه هيك شارك معكم زينة رمضان، وهيك اعطيكم يعني افكار من عندي، ان شاء الله يكون نال اعجابكم واستفدتوا يا رب واستمتعتوا كمان بالمشاهدة. هون انا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، صار الوقت اني شغل البخور وبخر كل البيت، وان شاء الله كل يوم هيك رح نشغل البخور، وإن شاء الله رب العالمين هيك يرزقنا صيام رمضان إلنا جميعا ونحن بصحتنا وقوتنا، وخلي لي قلبكم يا رب. شكرا كتير للمتابعة وشكرا للايكاتكم، وبتمنى هيك إن شاء الله بقبل رمضان كمان شارك معكم فيديو جديد، وضلوا بألف خير.